أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون، إننا في هذه الوقفة نقف لنجسد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مثل المسلمين ومثل الأمة الإسلامية كالجسد الواحد إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها الإخوة الكرام، إن لنا إخوة في سوريا، في ليبيا، في اليمن يقتلون ويذبحون على مرأى ومسمع من الجميع. وفي شهر الصيام، في شهر التراحم، في شهر السلم يقتلون بدم بارد على يد طاغية وطغاة لا يعرفون الله عز وجل، لأنهم يقتلونهم وهم صائمون. هؤلاء الناس لم يحملوا سلاحا، لم يحملوا سكينا، بل حناجرهم ترفع من أجل الحرية، من أجل الكرامة، من أجل العدالة الاجتماعية. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله! ما يزال الطاغية يقتل في المسلمين العزل، ووصل لحد الآن أكثر من 2500 شهيد. 2500 شهيد أعزل لا يحمل سلاح. هذا المستبد الذي يمكن له أن يقتل 30 مليون سوري من أجل البقاء في السلطة، من أجل البقاء في الاستبداد ديالو. والمسلمون كما قلت خرجوا من أجل الحرية ولا شيء غير الحرية، لأنهم قهرهم بالاستبداد ديالو وقهرهم بالظلم ديالو. ومن غرائب هذه الأمة أن مخرب ليبيا يدعى معمر، وفاسد اليمن يدعى صالح، وجبان سوريا يدعى الأسد. أسد على المسلمين وأسد على المسلمين في سوريا، وجبان عندما يتعلق الأمر في الجولان مع اليهود ومع الإسرائيليين. هذا عيب، هذا عار، الشعب السوري في خطر. 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 هذا عيب. أيها الأخوة الكرام، إننا في هذه الوقفة نرسل رسالة إلى إخوتنا في سوريا أننا معكم، أننا جسد واحد. إذا اشتكيتم وإذا عانيتم فإننا نشتكي الآن مثل ما تشتكون، ونعبر عن تضامننا، ولا نملك إلا حناجرنا كما تملكون، ولا نملك إلا الدعاء إلى الله عز وجل أن ينصركم ويثبتكم. ونقرأ الفاتحة إن شاء الله ترحما على أرواح الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط